في سابقة خطيرة تعرض الموكب الرئاسي لحادث سير خطير تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر من أجل تدشين منطقة التبادل التجاري الحر بين موريتانيا والجزائر. وفي تفاصيل مثيرة سربتها وسائل إعلام دولية تخص الموكب الرئاسي الذي كان يقيل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بعد تعرض الموكب الرئاسي لحادث سير خطير. لم تكشف كل تفاصيله وسائل الإعلام المحلية أو الدولية، وكشفت العربية نقلا عن مصادر إعلامية موثوقة تفاصيل مثيرة للواقعة التي تزامنت مع تواجد الرئيس الموريتاني رفقة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء العالم العربي أن موكب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعرض مساء اليوم لحادث سير خطير لدى عودته من المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد المؤدي إلى مدينة تندوف الجزائرية، ما أدى إلى وفاة أحد حراس الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. وأضاف المصدر ذاته نقلا عن العربية أن حارسا أيضا شخصيا آخر للرئيس الموريتاني أصيب بجراح، مؤكدا أنه تم نقلهم إلى المستشفى في مدينة تندوف الجزائرية. هذا ولم تكشف وسائل الإعلام المحلية أو الرسمية تفاصيل الخبر الخطير الذي أدى إلى وفاة وإصابة أحد الحراس الشخصيين للرئيس الموريتاني، كما أن الجزائر لم تؤكد أو تنفي الخبر بشكل رسمي، في حين اكتفت مصادر الأنباء العربية تسريبه وتداوله على نطاق واسع.